ديزاين ابل الجديد مكسر الدنيا يمين وشمال، كلنا عارفين. ولو انت مش عارف تعالى اما اقول لك ان في 2025 في اخر 2025 على شهر 9 ايفون او ابل يعني هتنزل ايفون جديد او سلسله جديده من الايفون، وهيكون اسمه الايفون 17 اير. وهم مسمينه اير ليه، او السلسله دي هيسموها اير ليه؟ علشان اير بمعنى ان هي حاجه خفيفه، حاجه زي الهوا كده. الموبايل ده هيكون ارفع من حياتي، وكل سنه بعد كده هينزلوا برضو الايفون 17 اير. يعني هينزلوا الايفون 17، ايفون 17 اير، ايفون 17 برو، ايفون 17 برو ماكس، ايفون 18 هيبقى ايفون 18، ايفون 18 اير، ايفون 18 برو، ايفون 18 برو ماكس، وهكذا وهكذا. الفكره بقى ان السوشيال ميديا دلوقتي متكسره او متبهدله على الديزاين الجديد اللي نزل فجاه من لا شيء. في كفرز فجاه ظهرت في السوشيال ميديا كده، ودي بيقولوا تجهيزا للايفون 17 اير، وهو ده الديزاين هيكون بتاعها. وبيقولوا ان الكفرز دي معموله من ابل، فده الديزاين اللي هم بيشتغلوا عليه عشان ينزلوه في شهر 9. بس من شغلي انا معاهم يا جماعه، ابل ما بتعملش غلطه زي دي. يا اما بيعملوها قصد يا اما ما بيعملوهاش اصلا. فاللي انا متوقعه ان الصوره دي صوره فيك. هي صوره حقيقيه فعلا متصوره لكفر معمول، ولكن الكفر معمول ده ممكن اي حد يعمله في الدنيا ويصوره لك ويقول لك خلاص ايفون ده الديزاين الجديد. انتوا بقى رايكم ايه؟ شايفين ان ده الديزاين هيكون بتاع ابل وابل ممكن تعمل غلطه زي دي، ولا ده فيك؟